السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات فيصل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الوصفه ديال الكاليط اللي كتجي ناجحه 100%، وكونوا اكيدين الا درتوها ضروري غادي تعاودوها لان غتعجبكم بزاف، لان كتجي زوينه لا شكلا ولا مذاقا، واللي ذاقها عندكم كتعجبو وكيسول لكم على المقادير. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. وبالنسبه للمقادير كنحتاجو 3 البيضات. عندي هنايا كنخليه واحد اصفر بيضه باش كندهن به الكاليط، وكندير 2 بيضات وابيض بيضه. كاس ديال سنيده ديال العلبه، وكنحتاج واحد فاني 7.5 غرام، وكاس ديال الزيت، دائما كندير بالكاس ديال العلبه، رشه ملح. كنخلط هاد المقادير مزيان. وكنضيف عليهم 2 معالق كبار ونص ديال العسل. هذا هو السر اللي كيخلي الكاليط كيجي زوين، 2 معالق ونص. كنخلط شويه العسل، كنخلطو هادشي مزيان، وكنبداو نضيفو الطحين بشويه بشويه. هنا عندي 600 غرام ديال الطحين وجوج الخمارات، كل خماره فيها 8 غرام. دابا غنضيف الطحين بشويه بشويه، كنضيف من فوق منه الخمارات. دابا كنبدا كندير يدي، دائما هذه نصيحه، دائما الطحين نضيفوه بشويه بشويه، لان كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. كما كتشوفوا معايا هاني جمعت العجينه ديال الكاليط. خاصها تجي منخوفه شويه ما تجيش قاصحه. كنبدا كندير كل حبه، انا كنعبرهم في الميزان باش كيجيوني قد قد. كل وحده كندير فيها 45 غرام. كديروا فيها كل وحده كندير فيها 45 44. المهم نتوما كديروا فيهم قد قد لبيتهم يجيوكم في نفس الحجم. كندهنوا ايدينا بشويه الزيت، كنلولبوها هكا، وكنضغطوا عليه واحد شويه بحال هكا. ندير معكم وحده اخرى. الا ما كانش الميزان عينيكم ميزانكم، المهم يكونوا متساويين. الا كانوا قد قد كيكونوا احسن. كنضغطوا عليهم هكا شويه، نحطوهم وكنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل ونرجع معكم باش ندهنوهم. كما كتشوفوا معايا راني استفدت الكاليط، كيعطينا نيت واحد الكميه زوينه. دابا هنا عندي داك الصفر والبيضه اللي كنت خليت في الاول، كنضيف عليه واحد نص معلقه ولا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. كنخلطهم مزيان وكندهن بهم الكاليط.
كتشوفوا معايا بعد ما دهنت الكاليط دابا غادي نزينو بالفرشيطه على شكل هكا. كنديروا ليه بحال هكا. حاولوا ما تبركوش بزاف على العجينه باش ما تلصقش لكم الفرشيطه فيها، غير بشويه هكا. التزيين كيبقى على حسب الرغبه. وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا بعد ما زينت الكاليط بالفرشيطه دابا غادي ندخلو الفران. نسيت ما نقول لكم الطاوه ضروري خاصكم ديروه تحت الورق ديال الطبخ اولا كدهنوها بالزيت. والفران ضروري خصو يكون سخون حتى كيسخن مزيان، اللي باش كتنقصوا عليه وكديروا نار مهيله حتى كيطيب الكاليط من تحت وكتهبطوه كيتحمر. راه دغيا كيطيب، والنار ضروري تكون مهيله لان كما كتعرفوا الكاليط فيه العسل، يعني خصكم النار تكون مهيله. المهم ملي كيطيب نرجع معكم باش نوريكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط. راه كيجي زوين، وصفه ناجحه 100%، ودغيا كتوجد، يعني كتوجد في رمشه العين. كديروها دغيا كيطيب يعني. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم كنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك، والى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد.